ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده فيديو حلو جدا وناس كتير هيعجبها. لو انت رايحه مصيف او لو انت مثلا موظفه وشغاله ما بتقدريش تحضري كل يوم وجبات اكل، هتلاقي الفيديو ده هيبسط لك كل حاجه انت تقدري تعمليها. وهنعمل مع بعض 6 أصناف بجد حلوين جدا. مش شرط ان انت تتأيدي تعملي ال6 أصناف دولت، لكن ممكن تعملي نوع او اتنين هيبقى معاكي حلو جدا. يلا نروح مع بعض على المقادير ونعرف بالظبط كل وصفة اتعملت ازاي. اللي يعجبه الفيديو ما ينسيش يحط اللايك والاشتراك ويفعل الجرس. عشان نحضر مع بعض الوصفات بتاعتنا، اول حاجة لازم هيكون عندنا كمية بصل كويسة، وبعد كده هنعرف بالظبط كل وصفة اتعملت ازاي. انا كان عندي 2 كيلو لحمة، كل طبق في دول فيه نص كيلو لحمة. زي ما انا قلت لكم، انا قشرت كمية بصل بالشكل دوت ونضفتها، وبعد كده هجيب الكبة هعمل اول وصفة فيها. يعني هنفرم حوالي بصلاية كبيرة. هاخد نص الكيلو اللحمة دوت هعمله على يعني جزئين. اول حاجة هنعمل اللي هو رور كده هوت محشي ببطاطس حلو جدا، وهيعجبك. بعد ما جبت البصلاية وبشرناها كويس على الكبة بالشكل دوت، كنت جايبة بطاطساية صغيرة جدا وبشرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه على المبشرة. وبعد كده صفيتها كويس جدا بعد ما انا حطيت البصل وحطيت اللحمة. بعد كده هفرم البصل باللحمة كويس جدا لغاية ما اللحمة تتفرم معايا فرم ناعم جدا. بعد كده بزود بقى الإضافات بتاعتها. أنا كان عندي بصل بودر، ودي بابريكا، وهنحط ايه توم باودر. بعد كده جبت بقى فلفل اسود، برضو يعني حطيت حوالي معلقة، وحطيت ملح. يعني حاولي تبلي بقى التتبيلة اللي موجودة عندك واللي تكون بتعجبك في يعني في الوصفات اللي انت بتعمليها باللحمة المفرومة. ضفت برضو شطة، وبعد كده ضفت معلقتين فيجيتار. بعد كده بقى بشغل الكبة بفرمهم يعني فرم ناعم جدا. بصوا بالشكل ده كده. بعد كده ضفت بيضايه، يا ريت تكون حجم البيضه تكون صغيره لو انت هتعملي كميه لحمه قليله زي اللي انا عملتها. بصوا بقيت عندي بالشكل دوت. بعد كده هوت بقى، يعني احنا هنجهز كل الوصفات وبعد كده ايه هنحضر بقى كل حاجه. بعد ما انا شلت السكينه بتاعت الكبه بالشكل دوت، بدات ايه اضيف معلقه دقيق او معلقتين حسب ما ايه تتمسك معاكي. وبعد كده هعجنها برضو، وهسيبها بقى ايه تستريح شويه في التلاجة. بصوا انا عجنتها بالشكل ده. هي طبعا هي تحسوها ان هي ملزقه شويه، بس من اللي تحط في التلاجة تبقى كويس. نيجي بقى لتاني وصفه. انا جبت بقى كميه بصل كلها عشان افرمها، لان زي ما احنا عارفين النور كل وقت بيقطع. فعشان استخدم البصل لكل الوصفات فانا فرمته كله بالشكل دوت. وكل وصفه هبدا بقى ايه احط فيها البصل بتاعي، لاني انا كنت يعني خايفه لا النور يقطع، فرحت فرمه البصل بالشكل دوت. فبعد كده بعد ما فرمت البصل خدت جزء من البصل حوالي بصلاية وضفت عليها واحدة من الطماطم. هعمل بقى الوصفة التانية اللي هو الهمبرجر. بعد كده ضفت الشطة والملح، وضفت التتبيلة اللي هي بتاعت بهار لحمة. جبت بقى كمية النص كيلو اللي هو ايه البرجل. ضفته كده هوت في طبق عشان هعمل بقى ايه البرجل بتاعنا. بعد ما انا خلطت كويس القوطة بالبصل بالتوابل بتاعتي كلها، جبت خلطة همبرجر. الخلطة دي جميلة جدا، بتدي طعم حلو جدا للهمبرجر. ضفتها بالشكل دوت. انا حطيت الباكت على نص كيلو لحمة. بعد كده هبدأ اعجنها كويس جدا. اهم حاجة خطوة العجن في اللحمة بالشكل دوت. بصوا انا بوريكم ان احنا ممكن نعملها بايدينا، مش هنحتاج اللي هو القطاعة بتاعت البرجر. بعد كده فضيتها في طبق عشان اعمل الوصفة برضو التانية. يعني دي كده تاني وصفة معانا، هنعمل تالت وصفة. ضفت برضو حوالي بصلاية حلوة كده هوت تكون متوسطة من البصل اللي احنا فرمناه مع بعض. بعد كده بدأت احط بقى بابريكا وشطة وملح. يعني بصي ضيفي ايه اللي هي الحاجات اللي بتحبيها زي ما انا قلتلك في التتبيلة بتاعتك بتاعت اللحمة. بعد كده جبت فلفل اسود، بصل بودر وتوم بودر. دي هنعمل بقى الايه كفتة اللي هي كفتة الحيتي.
بصوا هاخد جزء برضو من اللحمة. يعني انا ال2 كيلو لحمة دول يعني عملتهم على كذا وصفة. جبت فصين توم فريش، بدأت اضيفهم برضو على اللحمة بتاعتي بالشكل دوت، وفرمتهم كويس جدا لغاية ما القوام بقي معايا بالشكل دوت. بعد كده هجيب بقى كيس اللي هو الخلطة بتاعت الكفتة، اللي هي كفتة برضو نفس خلطة الكفتة بتاعت البرجر. دي اكياس بتتباع جاهزة في سوبر ماركت. بعد ما عجنتها كويس قوي كده هوت، هكون بقى جايبة الورق بتاع الخضرة بتاعتنا بالشكل دوت. الورق بس ما نحطش العيدان بتاعتها. هنعجنها كويس بالشكل دوت. بصوا انا بوريكم ان انا كده خلصتها وصبعتها بالشكل ده. بعد كده جبت بقى البصل بتاعي، عصرته كويس جدا عشان اعمل وصفة كمان، اللي هي هتبقى مثلا وصفة اللي هي بتبقى الحواوشي الاسكندراني الخلطة بتاعتها. علشان في اي وقت انا احب اعمل حواوشي اسكندراني او بعيش بلدي، هلاقي التتبيلة بتاعتي او اللحمة بتاعتي الحواوشي جاهزة معايا. انا زي ما قلت لكم حطيت حوالي بصلتين، ضفت معلقة هريسة وشوية فلفل احمر، وجبت فصين توم بشرتهم بالشكل دوت. لو انت مش بتحبي الحواوشي بتاعك بيبقى يعني حراق، بلاش تضيفي اللي هو الهريسة او فلفل حار. ممكن تضيفي فلفل بارد. بصوا كل وصفة انا بعملها معاكم في الاخر هنصبحها مع بعض وهنفرزها مع بعض. وهقول لكم بتتحط ازاي وازاي يعني انت تقدري تحفظيها في التلاجة تقعد عندك فترة طويلة. بعد كده بدأت احط البهارات على الحواوشي. حطيت ملح وشطة وبابريكا وفلفل اسود. هقلبهم كويس قوي كده، ادعك الخلطة الجميلة دي كويس جدا. الخلطة دي بجد تحفة. وبعد كده بقى هنزل بكمية اللحمة اللي انا عايزة اعملها بقى على الحواوشي الاسكندراني، اللي هعمل بيها يعني الحواوشي الاسكندراني. خدت الخليط بقى بتاع اللحمة مع الفلفل مع البصلة. عجنتهم كويس جدا. وبعد كده برضو هنسيبهم لغاية ما نخلص باقي الوصفات بتاعتنا، عشان في الاخر هنجهز كل الوصفات مع بعضها وهوريكم بنعملها ازاي. بصوا انا نقلتها برضو في طبق كده تاني. بعد كده بقى جبت البولة بعد ما انا خلصت، بدأت اضيف بقى جزء من اللحمة. هنعمل بقى اللي هي كفتة داوود باشا. هنعصر برضو شوية من البصل، حوالي بصلاية متوسطة صغيرة على الكمية دي. طبعا انتي مش لازم تتأيدي بكمية اللحمة اللي انا عملتها. ممكن تعملي بس بكيلو لحمة تعملي برضو الوصفات دي. لو انتوا مثلا فاردين بس هتطلعي كذا وصفة من الكيلو اللحمة. جبت اللحمة المفرومة وجبت حوالي بصلاية زي ما انا قلت لكم، شوية خضرة متقطعين ناعم جدا بالشكل دوت. جبت شطة وبابريكا وملح. وبدأت اضيف البهارات بتاعتي زي ما انا قلت لكم. بعد كده بقى هبدأ اعجنها كويس جدا. يعني بصوا التجهيزات دي لو انت خارجة او لو انت مثلا بتبقى عندك شغل بترجعي مرهقة، ممكن تعملي الحاجات دي كلها وتجهزيها في يوم يكون يوم اجازتك. هتقدر تساعدك جدا على اي وقت انت بتيجي من الشغل مرهقة وتعبانة. هتطلعي اي وصفة من الوصفات دي وهتضطري يعني هتعمليها بكل سهولة. يعني يا دوبك انت بس هتحطيها في الفرن هتستوي معاكي وهتبقى زي الفرن. فدي طبعا يعني بتنفع لحاجات كتيرة جدا. لو انت رايحة برضو مصيف، لو رايحة اي حتة هتكون معاكي حلوة جدا. بعد ما انا خلصت بقى حطيت الحاجات كل المكونات على كفتة داوود باشا اللي قلنا البصل والخضرة واللحمة والتوابل بتاعتنا تبلناها كويس. بصوا بقت بالشكل ده عندي بعد ما انا عجنتها كويس جدا. بعد كده بس هتبقى واقفة معاكي على اللي هو الصوص بتاع ال الكفتة بتاع داوود باشا. برضو انا هعصج لحمة علشان في اي وقت انا عايزة اعمل مكرونة بشاميل، عايزة اعمل جلاش، هلاقي يعني بصوا ما لما بكون معصجة اللحمة الدنيا بتبقى سهلة جدا. مش هقف في المطبخ وقت طويل اضيع وقتي لو انا مثلا في مصيف، او مثلا لو انا مثلا جايه من مشوار او عندي شغل. هتلاقي الحاجات دي هتسهل عليكي كتير جدا. اول حاجة جبت اللحمة حطيت معلقة سمنة كويسة. اول ما غليت السمنة بدأت انزل باللحمة. بعد كده هو اول ما اللحمة بدأت يعني تنشف من المية بتاعتها، بدأت أضيف حوالي بصلتين كبار للحمة.
اول ما البصل بدأ يصفر عندي كده هوت اللون بتاعه يتغير، بدأت اقطع حوالي فصين توم بالشكل دوت، بتدي نكهة حلوة جدا للحمة المفرومة. بصوا بقيت بالشكل ده معايا خلاص. وبعد كده برضو هبدأ احط لها الملح بتاعها، لو انت حابة تحطي شطة تمام. طبعا احنا عارفين اللي هي مثلا التعصيق بتاع اللحمة ما بياخدش بهارات وحاجات كتيرة. انا عن نفسي بحط ملح وفلفل اسود والثوم بس. قلبت كويس جدا اللحمة وسبتها بقى على نار هادية لغاية ما انا بقى ايه احضر معاكم التجهيزات اللي احنا جهزناها يعني في طول الفيديو كله. بصوا الحاجات دي سهلة جدا بجد، ما يعني ما تتعقديش ان انت تقفي حوالي ساعتين تخلصي الحاجات دي، لكن هي هتسهل معاكي وقت طويل جدا. اول حاجة بدأت بيها جبت طبق فل كده، حطيت عليه كيس عادي جدا، فتحته ورحت حاطاه بالشكل ده. بدأت أصبع الكفتة بتاعتي بالشكل ده. يعني انت ممكن تعملي ايه المقاس اللي يعجبك في حجم الكفتة بتاعتك. إيه لو انت حابة تعمليها بخلة برضو اعمليها بخلة. بصوا بيبقى معايا بالشكل ده والكفتة معايا جميلة جدا. بصوا انا حبيت اعمل معاكم كده هوت كذا صباع، لكن انا عشان مش هطول عليكم الفيديو مش هعمل طبعا الطبق كله، هكمله مع نفسي. وكل وصفة من اللي انا عملتها هعمل معاكم نفس الشكل دوت، مش كمية كبيرة، لكن ايه هنحاول مع بعض نبسط الدنيا. بصوا انا خلصت كده ايه طبق الكفتة اللي احنا عملناها. هنبدأ بقى نحضر الهمبرجر بتاعنا. برضو جبت طبق فل وحطيت عليه كيس بالشكل دوت. بدأت أعمل كده هو بالشكل دوت الهمبرجر بتاعنا. بصوا أنا بجيب يعني بحاول الأول بكور الهمبرجر، وبعد كده إيه بفردها بالشكل ده على كف إيدي أو على صابع إيدي بالشكل اللي انتوا شايفينه. بصوا بتطلع معايا زي شكل القطعة بالظبط، وبتبقى حلوة جدا. يعني انت لو مش موجودة عندك القطعة بتاعت الكفتة مفيش اي مشكلة، ممكن في غطا، اي غطا اللي هو الغطيان بتاعت مثلا برطمان يكون كبير ممكن تعملي فيه، لو انت مش هتعرفي تعملي الهمبرجر على ايديكي بالشكل دوت. كل مرة بقى بعمل الهمبرجر بجيب بقى طبقة تاني من الكيس وببدأ احطها ايه على وشها بالشكل دوت. بصوا بالشكل ده كده. اول حاجة بنكورها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بعد كده بعملها على صابع ايدي، بتبقى حلوة وزي الفل. بصوا بقت بالشكل ده معايا. هعمل كمان واحدة معاكم. بصوا التجهيزات دي كلها مش هتاخد وقت منك طويل صدقيني، لو انت جهزتي كل حاجة. ده انا يمكن اخدت مني شوية وقت عشان خاطر التصوير، لكن لو انت وقفتي وعملتي وحضرتي الحاجات دي مش هتاخد وقت خالص معاكي. بصوا بقت بالشكل دوت. هنسيب الهمبرجر بقى وهبدأ في وصفة تاني معاكم. دي بقى وصفة الحواوشي الاسكندراني، او لو انت حابة تحشيها في عيش بلدي عادي. طبعا هتبقى جاهزة معاكي في اي وقت، يا دوبك هتعملي العيش الاسكندراني او تجيبي عيش بلدي تروحي حاشية بيها الحشوة بتاعة اللحمة المفرومة بتاعتنا بالشكل ده. الخلطة دي حلوة جدا بتاعة الحواوشي وهتعجبك قوي. بصوا بكورها بالشكل ده عشان ما تاخدش مكان معايا، وساعة ما اجي افردها بقى هفردها على مثلا رغيف العيش او العجينة بتاعة الحواوشي. يعني العجينة هتبقى حلوة جدا معايا. خلصت بقى اللي هو العجينة بتاعة الحواوشي. هبدأ بقى اجيب كيس كيس عادي جدا فردته. جبت بقى اللي هي اول حاجة بدأنا بيها اللي هو ايه هنعمله رور. فردت اللحمة بالشكل دوت. وهكون مجهزة بطاطس مسلوقة هرساها يعني هرساها جدا ناعمة جدا، وابدا الف الرول. لو انت حابه ممكن كمان تستبدلي البطاطس المسلوقه ببيض مسلوق، بس البيض يكون حجمه صغير اللي هو البيض البلدي لو الرول بتاعك صغير، لكن لو الرول بتاعك كبير استعملي اي بيض يعجبك وتلفيه بالشكل دوت. بعد ما انا لفيت الرول هجيب الجنب كده الفه كويس جدا، والحركه دي اعملها للرول عشان تبقى لو في اي فراغات في اللحمه تبقى مقفوله معايا. بعد كده جبت استك صغير بدأت اربطه بالشكل دوت على اللحمة. بصوا هتديكي كمية حلوة جدا وبجد هيطلع حلو قوي معاكي. انا الكمية بتاعتي عملت معايا 2 رول من دوت، بس انا مصورتش معاكم غير واحد بس. وبعد كده هتحطيه في كيس عادي، الكيس اللي هو السندوتشات بتاع السندوتشات العادي دوت. وبعد كده برضو هنقفله بنفس الشكل دوت. بعد ما بقي بالشكل عندي دوت هجيب بقى الكيس زي ما انا قلت لكم بتاع سندوتشات عادي جدا، وهحطه جواه بالشكل ده.
هاحاول بقى إيه، يعني ألفّه لفّة، يعني نضغط اللفّة بتاعتنا وإحنا بنلفّه عشان ما فيش أي مَيّة تدخل على الروب بتاعنا يبوّظه. هاجيب برضه أستك صغير بالشكل دوّة، ألفّه بالشكل ده لغاية ما الرول يبقى معايا متماسك جدًا. بصوا بقي بالشكل ده خلاص معايا. كده وصفاتي النهاردة خلصت، يا ريت تكون عجبتكم واستفدتوا منها. يا ريت اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك واشتراك ويفعل الجرس. استنوني بقى الفيديو القادم. باي باي.